سبغي غاديني غام شباك تمر ذي العقلي صقمت دفوسي وذا سفروغي تدينا يلسي أساتي للسنر الزواد في صيغي شدي ذي لقيتي الفريدة يا حبيبي. يا صباح الخير ويا مساء الخير ويا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد خياتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وأموركم طيبة. كما قدرتوا تشوفوا في بداية الفيديو خياتي، اليوم راح نشارك معكم عادات وتقاليد قبائلية اللي ما نستغناوش عليها وجامي سمحنا فيها في البلد الأم الجزائر ولا في خارج البلد. يعني لازم نشدوا في أصولنا وتراثنا هكذا باش ولادنا يكبروا عليهم وهما تاني راح يعلموهم لولادهم في المستقبل إن شاء الله. وقبل ما نروحوا البنات نوجدوا رواحنا، خلوني ندير معكم هاد المشوشة اللي كنت شاركتها معكم من قبل، اللي نديروا فيها 3 بيضات، شوية تاع لافاني، 3 مغارف مخلطين بين السميد الرقيق جدا والفارينه، مع شويه تاع يعني درت انا نص باكيت على ليفر باش ما تجيكمش قاصحه. وهذا مكان البنات خلطوهم كامل بلوفو الكتريك باش تجيكم خفيفه. نحطوها في مقله تكون سخونه، نديروا عليها 2 مغارف تاع الزيت كما راكم تشوفوا البنات، وتقلبوا يعني تحطوا الخليط وتقلبوا هكا كما بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. حنا القبايل البنات هذه لازم يديروها للنفسه ويسموها تحبول تملالين. يديروها ديما بزيت الزيتون وبالسميد، يعني صغار وين تلقاو هكذا القبايل يديروا المشوشه غير بالفارينه، حنا نديروها بالسميد. لكن يعني يقعد الامر اختياري، اللي يحب يديرها بالفارينه وحدها بالسميد وحدها. المهم المبدا انه كيما تقدروا ديروها كيما تجيكم بنينه، خاصه اذا كليتوها بالعسل بالزبده بلا كونفيتور تاكلوها وحدها. انا كرأي شخصي خياتي ننصحكم ديروها بزيت الزيتون، لو تاعها يجي ديفيرون، يجي مختلف تماما كي نديروها بالزيت العاديه. ونقعدوا البنات كما راكم تشوفوا يعني نخلوها تحمر هكا شويه، كل طبقه نخلوها تبدا تحمر شويه من بعد باش نطبقوها باش يتشكلوا لنا هذوك يعني الدوائر ويخرجوا لنا شابين. هنا بعد ما طابت لي خياتي حطيتها في لابلونش هذه وقعدت نقطع فيها هكا الى دوائر يكونوا كامل متساويه. كاين اللي يحب يرجعها في المقله باش يعاود يحمرها من الجهتين، وكاين تقدروا تستهلكوها هكذا مباشره تجي بنينه تانيك. البنات المشوشه تقدروا مام تاكلوها ماشي زعما هكا مرافق للقهوه، تقدروا تاكلوها يعني كوم غوبا ولا كغذاء، لانه كامل متكامل من البروتينات، خاصه اذا درتوا فيها زيت الزيتون. وكما قلت لكم احنا عندنا المشوشه يديروها 7 ايام، جامي يراتيوها نهار للنفسه ويديروها لها الصباح يعني كي تنوض، ويرافقوها بالزبده والسمان هكذا يعني تم تنوض لدارها وتنوض لوليداتها. قولوا لي نتوما خياتي في التعليقات اسكو مازالكم شادين في هذه العاده اللي تكرموا بها النفسه وتقلشوها وتدلعوها لمده 7 ايام كامله ومتكامله. انا اليوم كانت هذه هي قهوتي وكان هذا هو غدايا، لانه على بالي الدار اللي راني نروح ليها دار الخير، وعلى بالي بلي راهم رايحين يتهلاو فينا. انا اعتدت معايا خياتي انه انا اللي نعرض حبابي لداري وانا نقوم بهم، وكامل اليوم العكس انا راني رايحه نروح لعندهم وهما يقوموا بيا. فحبيت نشارك معكم تاني الاجواء تاع العراضه اللي نكون فيها انا هي الضيفه الاساسيه. هنا خياتي راح نديكم معايا لدار سلفي، وليدو خطب عروسه شابه، الله بالبركه عليهم، بزيان السعد ان شاء الله، ربي يزين ويطيب عشرتهم يا رب العالمين. ورايحه نعرضهم يجوا عندي السمانه الجايه. البنات خلوا لي من فضلكم في التعليقات كل وحده تعطيني اونيدي على المنيو اللي راح نطيبه، لانه الافكار عندي بداو يروحوا. انا في عائلتي البنات كي نروحوا نباركوا العروسه جديده ندوا البيض، ندو هكا ان باني دو فروي. انا اعتمدت نخدمهم بهذه الطريقه البنات، يعني باش نفهمكم كل حاجه. علاش البيض عندنا واللحم عندنا كي ندوه هكا للدار وين يكون فيها فرحه عنده رمز، يعني من باكري ماشي غير اليوم، وماشي باش الواحد زعما هكا يزوخ ولا يفوخ، لا لو باني تاع البيض ولا القفه تاع البيض عندها رمز انه العروسه جديده ان شاء الله فال خير عليها، انها يعني تولد وتتكاثر، بمعنى آخر تكون والودة ومحبوبة. وبكري كانوا يديروه في القفة، والقفة يديروا يعني سبقوا يديروا سميد هو الأول، من بعد يحطوا البيض من الفوق. والسميد اللي هو رمز للسنبلة اللي تقعد ديما شامخة وواقفة وراسها طالع في السماء.
بالنسبه للحم البنات كاين اللي يدي هكا اللحم وكاين اللي يدي الدجاج، باسكو بكري كانوا يعيشوا في الدشره، ما كان لا تليفون، ما كان لا اس ام اس لا واتساب، كانوا يروحوا ما يحبوش يعني يخلوا هذيك العائله اللي يروحوا لها في موقف محرج. ايماجين يعني ما يكونش عندهم حاجه يقابلوا بها الضيف، فالانسان اللي يروح ضيف عند عائله لازم يدير حسابه ويبارك بطريقه تحمر الوجه وتجبر الخاطر. وفي كلتا الحالتين لا الضيف يحس روحه ثقيل ولا مول الدار يحس باللي الضيف راهو ثقيل عليه. وهاد العاده البنات خلاوها فينا الى يومنا هذا، ما زلنا نمشوا يعني رغم دوك الحمد لله راهو كاين كل الخير وكاين الهاتف وكاين كل شيء، بصح ما زلنا نمشوا بهاد العادات وان شاء الله جامي نسمحوا فيهم. من بعد البنات كل واحد يزيد واش يحب. انا كما انا هذا هو سلفي الكبير ومعزته من معزه شيخي نحبوه كامل. حبيت نزيد له ان كادو من عندي لانه هذه هي عروسته الاولى، فحبيت يقعد هكا يعني ان بون سوفونير. ومن العادات المعروفة جدا عندنا هي القماش البنات، كما راكم تشوفوا غير القبايليات اللي يقدروا يقولوا لي هذا القماش واسمه، لأنه معروف جدا عندنا. وعندنا المناد البنات ولا المحرمة القبايلية المعروفة جدا كما راكم تشوفوا. وكل منديل البنات عنده الرمز تاعو، كما هذا الكبير كامل هذا يغطوا به العروسه كي تخرج من دار باباها. وحرصت نكون الاولى اللي نديه لمرت سلفي هكا باش تحطوا في جهازها. وحنا في دار شيخي البنات مثلا دوك انا مرت سلفي راهي خطبت عروسه، نبارك لها ليها هي ونزيد نبارك لعجوزتي لانه وليد وليدها تاني. وكي نقول لكم نباركوا ماشي معناتها ندي لها كامل هكذا، لا تباركي لها يعني بطرف قماش ولا منديل ولا هكا، المهم حاجه هديه تجبر خاطرها. والبنات حنا القماش عندنا رمز للسترة وما زال إلى يومنا هذا نتعاملوا به ويكون حاضر في كل المناسبات ديالنا. بعد ما حطيت كل شيء في الكوفخ البنات رحت لدار شيخي، ديت عجوزتي معايا. كانت رايحه تروح غير هكا بالعبايه، قلت لها والو، قلت لها والله غير تضربي فيها جب قبايل. الوغ خيرت لها اونتخ هاد الصفرة وهاد البيضة بالفوطه ديالها وكامل. قلت لها هذا يوم كبير وهذا فرح كبير وكل ولكل مقام مقال. وكي لحقنا لدار سلفي البنات الحمد لله لقيت السلافي الاخرين كامل يلحقوا واحد بواحد. لقينا مرت سلفي هي كل شيء الله يجازيها خير وربي يفرحها بوليداتها ان شاء الله، وان شاء الله تشوف ولادها ان شاء الله يا رب العالمين. قامت بينا احسن ضيافه واحسن اكرام، ربي يبارك لهم في دارهم. وكي نتلاقاو في دار شيخي ولا في دار سلافي البنات لومبيونس عائليه اخويه 100%، يعني ما بيناتناش كامل هذوك الشكوع كولي بيدك كولي بالفرشيطه، وحده تطيب وحده تحط وحده تجيب قهوه. وسلافي حطوا معنا ويرفدوا معنا يد بيد، ربي يحفظهم ويسترهم اجمعين. وانا كنت لاتيه ندور ونقصر حتى ما لقيت واش نصور لكم. المهم البنات هذه هي السهره تاعنا، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم والى فيديو لاحق ان شاء الله. سلام.